احنا ليه بندور على الشخص اللي يقطع قلبنا؟ ولما يجينا شخص مناسب تماما لينا، احنا ممكن نسيبه اصلا ونحس ان هو الكيمياء بتاعته مش زي بتاعتنا ونريح دماغنا منه، علشان خاطر احنا بيطاردنا شبح الطفولة. بنبقى دايما عايشين في صراع. انا زمان فشلت ان انا اصلح ما بين ابويا وامي، فابدا ادور على واحد متعب وهيطلع عيني، على امل ان انا يبقى عندي فرصه تانية ومحاوله تانية ان انا اصلح العلاقه اللي كانت بايظه زمان، وانا دلوقتي بقى عندي اوبشن ان انا اصلحها. فاللي بيحصل حاجه من الاتنين: لو هو ربنا هديه والحمد لله الدنيا تمام، فهي ممكن تنجح في حاجه زي دي. او اللي دايما بيقابلنا بقى، اللي هي تقولك انا اديله صوابع العشرة شمع، انا عملت كل حاجه عشان خاطر ارضيه. الفكره هنا جت منين؟ من ان هي بتحاول تعيد نفس سيناريو البيت، بس بشكل مرضي بقى، بشكل هي متعلق جوه دماغها، وبعد كده على امل ان هي تصلحه فبتتفاجئ ان هي ما بتصلحوش. بالعكس، ده هي كمان بتلاقي نفسها دخلت في دوامة امراض نفسية هي كانت في غنى عنها، لان هي هتتصدم بقى. ما هي رفعت سقف توقعاتها في الشخص اللي قدامها، ولقيت ان اللي هي رسماه في دماغها ما اتحققش. طب هتعمل ايه؟ هتصلح ده ازاي؟ ما هو ده فشل معاها زمان وهيفشل معاها كمان دلوقتي.